المهارة رقم 6 ألا وهي التعلم السريع والتأقلم، وهي إنك تستخدم ال AI في تعلم أي حاجة. يعني مثلا تفتح الشات جي بي تي وتقول له أنا عاوز أتعلم اللغة الإنجليزية. تخيل إن أنت مدرس لغة إنجليزية وبتعلمني الأساسيات والمصطلحات اللي ممكن أستخدمها على مدار اليوم، وبالطريقة دي هيكون عندك مدرس خاص على تليفونك أو على الكمبيوتر ألا وهو الشات جي بي تي. فايدتها إن أنت تقدر تتعلم أو تكمل تعليم حاجة أنت ابتديتها في مكانك من غير ما تروح تاخد دورات او كورسات. ازاي تتعلمها؟ زي ما قلت، انت ممكن تفتح كونفرزيشن مع الشات جي بي تي وتديله الامر الصح، زي مثلا انت الكوتش بتاعي اللي هتدربني النهارده، او انت المدرس اللي هيعلمني انجليش، وتبتدي تتواصل معاه باسلوب الطالب والمدرس. والادوات اللي انت بتستخدمها زي ما قلت الشات جي بي تي، جيميناي، في ادوات كتير دلوقتي موجوده في كل حته. تحتاج وقت قد ايه؟ طبعا دي مهارة مش بتخلص، انت لازم كل يوم تتعلم حاجة جديدة او تكمل لحد ما توصل للمستوى اللي انت عاوزه. المهارة رقم 7 معانا النهاردة ألا وهي ربط المهارات المكتسبة من ال AI بمجالات كتير، زي مثلا ممكن يكون مجال شغلك.